حاجات لو عملتها تبني جسمك صح. اتكلمنا في السلسلة دي يا شباب عن أول حاجة التغذية، اتكلمنا عن الكارب والبروتين والفات، اتكلمنا عن هرمون الانسولين، واتكلمنا عن مضادات الاكسده. النهارده بقى نكمل السلسله دي وهنتكلم عن تاني حاجه ورابع حاجه في السلسله، شده التمرين والاداء والمدى الحركي. نتكلم الاول عن شده التمرين اللي المفروض تتمرن بيها. زي ما قلت لك قبل كده ان انت لازم تتمرن بشده مناسبه، لان انت لو زودت شده التمرين زياده عن التحمل بتاعك تدخل اوفر تريننج. قلت لك ايه المخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل. تعالى بقول لك ازاي تتمرن بشده تمرين مناسبه. وشده التمرين المناسبه لها فوائد كتير على التطور وزياده الكتله العضليه، وده عن طريق تدرج بالاحمال او زياده الحمل التدريجي. بمعنى ان انت هتلعب ب 80% من اقصى وزن تلعب بيه من 8 ل 12 عده زي ما قلت لك، لان انت هدفك زياده الكتله العضليه. طيب ازود الوزن ده ازاي؟ ان انت تبدا تعمل تدرج في الاحمال. ان انت لعبت مثلا النهارده في الشيست وصلت لحد 40 كيلو، الاسبوع اللي بعده تلعب ب 42 كيلو، الاسبوع اللي بعده تلعب ب 44 كيلو. حاول وانت بتتمرن تخلي مجموعه في اخر التمرين تلعب بالوزن اللي انت عايز تكسره، تلعب بيه عده ل3 عدات. ده هيساعدك برضه ان انت تتطور بشكل اسرع. كمان شده التمرين بيتحكم فيها الوقت اللي انت بتقضيه في الجيم، واللي زي ما قلت لك ما ينفعش يتخطى ساعه لساعه وربع عشان ما تخش في منطقه الاوفر تريننج. شده التمرين كمان متحكم فيها عدد المجموعات وعدد العدات. بمعنى ان انت لو مثلا قلتش وزن عشان مثلا مش مهتم بالتغذيه كويس، فانت ممكن تزود مجموعه او تزود عدة او عدتين على العدات بتاعتك. ده هيساعدك ان انت برضو تزود شدة التمرين وتكسر اوزان. كمان شدة التمرين بتزود معدل الحرق في جسمك. والتمرين بشدة مناسبة كمان بيبعدك عن مشاكل واخطار الاصابات اللي ممكن تحصل لك لو انت دخلت في الاوفر تريننج. زي ما قلت لك كده احنا خلصنا شدة التمرين. تعال بقى اقول لك ازاي تعلي جودة الاداء بتاعك في التمرين وتتحكم في المدى الحركي بتاعك. ايه فايدة ان انت تعمل ده؟ الاداء والمدى الحركي الكامل يا شباب ليها دور مهم جدا ان انت تتطور مع الوقت، وكمان تبعدك عن الاصابات. والتمبل اللي انت بتتمرن بيه من الحاجات اللي بتزود جودة التمرين بتاعك، واللي بتساعدك ان انت تتطور بشكل كبير. كمان لازم تكون عارف ان التمرين بأداء صحيح ومدى حركي كامل بيقلل الضغط على المفاصل والاوتار. كمان لما بتتمرن بمدى حركي غير كامل بيقلل تطور العضله وبيقلل الحمل اللي بيكون محطوط على العضله، لانه بيدخل عضلات مساعده معاها وبيضغط على المفاصل والاوتار، واللي بدوره بيأثر على ان انت ما بتوصلش للفشل العضلي. واللي كمان بيأثر عليك لما بتوصلش للفشل العضلي ان انت تطور كتلتك العضليه. يعني مثلا تمرين مثلا زي الانكلاين بنش بريس لازم تنزل بالحركه السلبيه ببطء، وايدك ما تكونش زاويه 90، لان انت لما ايدك بتبقى على زاويه 90 بتضغط على المفاصل والاوتار بشكل كبير، وده اللي بيعرضك لخطر الاصابه. كمان ما بيخليش المدى الحركي يبقى كامل، وده غصب عنك لان انت مش تقدر تضغط على المفصل اكتر من كده. ليه المفصل ليه اخر في الحركه. كمان من الاداء بتاعك تخلي كوعك لجوه شويه على زاويه اقل من 90 زي ما قلت لك، عشان ما تضغطش على مفصل الكتف، وعشان تقدر تعمل المدى الحركي كامل وتوصل العضله للفشل العضلي، وبالتالي التطور بتاعها يزيد. وقيس على ده بقى كل التمرين اللي انت بتتمرنه. كمان شده التمرين بتتحدد حسب طبيعه يومك وحسب شغلك والايام اللي انت بتقدر تتمرن فيها على مدار الاسبوع. يعني شده التمرين لواحد بيتمرن يومين في الاسبوع مش تبقى زي شده التمرين لواحد بيتمرن 5 ايام، غير واحد بيتمرن 4 ايام، غير واحد بيتمرن 6 ايام. شدة التمرين بتتحدد على حسب الوقت اللي انت هتقضيه في الجيم، الايام اللي انت تقدر تنزل تتمرن فيها، فانت لازم تحط ده في اعتبارك.